إذا المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة لضمان بطاقة التأهل للدور الموالي لمواجهته اليوم هنا في ملعب لوران بوبو بمدينة سان بيدرو لنظيره الكونغولي لحساب ثاني جولات المجموعة السادسة. النخبة الوطنية كما قلت على بعد خطوة واحدة، والفوز سيضمن لها التأهل بشكل مباشر للدور ثمن النهائي، وهذا سيفيد كثيرا المنتخب المغربي في رحلته لإراحة بعض اللاعبين خلال المباراة الثالثة التي ستكون يعني شكلية، وهذا جيد بالنسبة للتركيبة البشرية خصوصا على مستوى الناحية البدنية. على الجانب الآخر فالمنتخب الكونغولي سيدافع بشراسة على حظوظه ضمن المجموعة، خصوصا وأنه يبحث عن انتصاره الأول بعد اكتفائه بالتعادل في لقاء الجولة الأولى. الوقت المبكر للمباراة سيجعلها يعني بظروف يعني صعبة، درجة الحرارة والرطوبة ستكون مرتفعة يعني كذلك، هذا ما قد يؤثر سلبا على الأداء البدني للاعبين، لكن للمنتخب المغربي من الخبرة ما يكفي لتجاوز هذه الصعوبات، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي اليوم. اهلا بكم مشاهدينا. فاليوم غادي تكون مقابله جد صعبه امام واحد الفريق اللي ما فاش عليه المنتخب الوطني المغربي منذ 76 في المسابقه القاريه اللي هي الكان. ف بيان سور غادي تكون مقابله جد كما كنقولوا سيري. فالوالد الركراكي كنظن على انه عطى التعليمات ديالو للاعبين، ورغم انه يعني المباراه تبرمجات مع الجوج، فكنظن على ان المنتخب الوطني المغربي يعني دار الاستعدادات ديالو كامله. 9 ديال لي زونطرينمون داروا في نفس التوقيت باش يعني هاد اللاعبين هادو يتاقلموا على هاد الجو هذا. يعني الحراره ما يمكنش نوصف لكم الحراره اللي كاينه يعني حاليا في سان بيدرو في كوت ديفوار. فكل توفيق للاسود الاطلس باش يجيبوا لنا هذه 3 بوين وكفانا من الحسابات. فكنظن على انه ثلاث يعني المده ديال الحسابات خاصنا نتاهلوا ونكونوا حنايا الاولين في المجموعات ديالنا باش نكونوا مرتاحين. فكل توفيق للاسود الاطلس في هذه المقابله اللي ما غاديش تكون سهله. كنعتقد بان الفريق الوطني المغربي جاهز لكي يقدم نفس الصوره اللي قدمها امام منتخب تنزانيا، واعتقد ان برغم الظروف المناخيه فاللاعبين من خلال الحصه التدريبيه الاخيره فشفنا بان تم التركيز على الجانب البدني اللي غيكون هو العامل المهم في هذه المباراه، بالنظر الى التوقيت الزمني اللي غتجرى فيه المباراه في الساعه الثانيه ظهرا بالتوقيت الايفواري. لذلك فهناك امل كبير على ان الفريق الوطني ان شاء الله يكون في المستوى المطلوب ويقدم مباراه من اجمل المباريات، خاصه على المستوى التقني والتكتيكي. حنا كنعرفوا بان الناخب الوطني وليد الركراكي دائما يفاجئنا على مستوى المنظومه ديالو وايضا على مستوى الاداء العام ديال اللاعبين. فشفنا كيفاش رفع الايقاع في المباراه ديال تنزانيا وكيفاش كان كيخفض الايقاع، وبالتالي فحتى البدائل ديال الفريق الوطني المغربي هما اللي غادي يكونوا الحل في هذه المباراه ديال الكونغو الديمقراطيه، على اعتبار انه غيكون مجهود بدني كبير، وبالتالي فالناخب الوطني امامه واحد البدلاء اللي غيمكن يقدموا الاضافه الكبيره في المباراه. اما على مستوى التوقيت الزمني اللي تحدث فيه الجميع بطبيعه الحال على ان المباراه غتجي في واحد طقس حار جدا ورطوبه عاليه جدا، فكنعتقد بان الفريق الوطني غادي يحاول انه كيفاش يدير التدبير ديال المباراه من البدايه ديالها الى نهايتها، من خلال اولا الاعتماد على التركيبه البشريه القاره مع الاعتماد على البدلاء اللي كما قلت غادي يقدموا الاضافه المطلوبه. وكنعتقد بان اللاعبين اليوم يدركون حجم المسؤوليه عليهم، وبالتالي انا في نظري بان المنتخب الوطني اللاعبين ديال المنتخب الوطني ما غيخدموش الجماهير ديالهم، غيقدموا مباراه بطوليه، مباراه كبيره ان شاء الله من اجل تحقيق الفوز والمرور الى الدور الثاني.